شهادات ال40% بالبنوك رسميا أعلى عائد بالبنوك بعد قرار البنك المركزي، ومصير شهادات ال25% بالبنك الأهلي وبنك مصر. كل التفاصيل ده هنعرفها في الفيديو، بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تاخد جولة في القناة، وما تنساش شارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. شهادات ال40% رسميا أعلى عائد بالبنوك انعقد أمس البنك المركزي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الأخير في عام 2023، حيث تم الإبقاء على سعر عقد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.4% و20.4% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%، وكان ذلك هو الاجتماع الثامن والأخير للبنك المركزي لعام 2023. كتير بقى من عملاء في القناة منذ أمس وبدأ التساؤل عن مصير شهادات ال25% وما سوف يحدث عند استحقاقها، وما هو البديل الآن، وما سوف يتم طرحه في البنوك عند بدء استحقاق شهادة ال25% بالبنك الأهلي وبنك مصر بشهر يناير القادم، واللي هيتم فيه خروج في حدود 500 مليار جنيه. كل هذه السيولة ماذا سوف يجذبها؟ في الواقع حاليا جزء هيكون من نصيب الذهب، والذي أخذ منحنى الارتفاع بشكل كبير وتخطى 3000 جنيه عيار 21، وجزء آخر سوف يظل في البنوك. وحاليا ما هي الشهادات اللي هتجذب هذه الفئة إلى البنوك؟ في هذا الفيديو هنعرض أول شهادة، وفي كل فيديو هنتكلم فيه في الأيام القادمة هنعرض شهادة جديدة هتجذب هذه الأموال. الشهادة الأولى وهي شهادة مدفوعة العائد مقدما، الحد الأدنى لربط الشهادة هو 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه بدون حد أقصى. مدة الشهادة بتكون 3 سنوات والعائد فيها هو 40% مدفوع بالكامل مقدما. تصدر الشهادة بالبنك العربي الأفريقي في جميع فروعه على مستوى الجمهورية. منتظر مننا الشهادات القادمة هامة جدا في كل الفيديوهات القادمة، فما تنساش مشاركة الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك الفيديو عشان يظهرك الفيديو القادم.